يعني أكيد هذا التنوع. أنا كما قلت يعني ابتدأت الأمر في 2011 مرحلة البحث والتنقيب وكذا. 2012 كانت مرحلة كذلك مكملة لسنة 2011 في البحث والتنقيب. 2013 كانت فرصة أن أشرفت على الجانب الدولي لملتقى الأنصار في منطقة زريبة 2 3 5 2013. هنا كانت البداية. نعم، دعوت مجموعة من الشخصيات من الكويت، من السعودية، من ليبيا، من موريتانيا، من أزواد، من غيرها حضروا. كانت مشاركات إيجابية، بالرغم أن ثمة أشخاص حاولوا أو أن استطاعوا أن يمتطوا على ذلك الإنجاز. دخلوا على الخط وامتطوا على الإنجاز وحاولوا قدر الإمكان أن يحسبوا لأنفسهم، بل أنهم يعني قاموا يعني بممارسات يعني أنا أجدها غير صحيحة في اتجاه شخصي، لكن الحمد لله استطعت يعني في هذه السنة. يعني أنا لاحظت في مرحلة معينة خارجا عن الموضوع أنك كنت قد قررت في مرحلة معينة الاستقالة من هذا العمل. يعني ما هي الأسباب والدوافع التي جعلتك أنا لا أخفيك سرا. أنا من هذه المجموعة ديال السماسرة اللي حاولت تركب على الخط وتمتص هذا الإنجاز وتمزرك أنت عن هذا المجهود العملي يعني الفردي الإنساني. الدوافع شنو؟ مادية، نفوذ، ظهور، شنو؟ هي دوافع متعددة. دوافع يعني مادية، دوافع نفوذ، دوافع أني كنت نجم يعني وخلقت الحدث بالتواصل وبالتعريف بهذه القبيلة وبانضمامها للمكون العالمي الدولي المسمى الأنصار. ممتاز. للأسف الشديد يعني الأداء لا تستحق فيه الدعم وليس للأسف الشديد الدعم الذي وجدته من المنطقة ومن أقرب الأقربين من خصوص أصحاب المصالح هو الضرر. يعني وصل بهم الحد أن يعني وصل إلى هل يعني حاولوا ابتزاز الأصدقاء بأسماك؟ حاولوا أكيد يعني الحديث عنهم بأسماك؟ حاولوا. نعم، هم حاولوا الابتزاز وقاموا بالامتطاع. حتى الشريط الآن الذي في صفحتي من إنجاز وكالة الجنوب أنا لم يذكر، من ذكرني الضيوف قالوا بالحرف أن محمد عبد الله الأنصاري هو من قام. أما القائمين على يعني وهنا يعني أصحاب النفوذ في المنطقة استغلوا كل هذه الأمور ونسبوها لأنفسهم وامتطوا على هذا الأمر، وبمساهمة بعض الأشخاص من ذوي النوايا الخبيثة ومن ذوي المصالح الضيقة استطاعوا يعني قدر الإمكان أن المس من هذه المسألة امتطوا عليها. حاولوا على المستوى الإعلامي يعني تزييف حقائق، تزييف وقائع تاريخية. يعني الملتقى كله، لا في الملتقى الذي نظم في منطقة زريبة بوجرة ولا حتى في الملتقى الذي نظم في نواحي الصويرة والذي دعوته مجموعة من الإخوة من العراق من الجزائر كأول مرة تحضر ودول عديدة نفس الشيء. عناصر للأسف الشديد بدل أن أكرم من هذه القبيلة ومن هذه الأفراد بعينهم للأسف الشديد ما رأيت لا شيء خاسر يعني بكلام ما هو صالح للأسف الشديد. هذا ما هو صالح للأسف الشديد. ما رأيت لا شيء. التكريم الذي وجدته أجده من الخارج من دول عديدة من أبناء عموم في العالم. وهنا لا بد أن نشير ونحيي إخوانا أعضاء رابطة الأنصار العالمية، الإخوان الداعم، كل واحد من اسمه، كل واحد يعرف نفسه، وكل واحد يعني الذين يعني منذ بداية هذا العمل يشجعونني ويدعمونني ويواصلوا يعني رغم كل هذه الأمور التي تعرضت عليها على مستوى الصحي. فهموا المسألة على مستوى الصحي. يعني وصل بعض الأشخاص أنهم الآن يقومون يعني بابتزاز أبناء عمومتنا لأجل أمور يعني ضيقة. وأنا نبهتهم، أنا قلت لهم أن أي واحد لن يأتي من طرفنا فهو مجرد محتال. قلت يعني سنة 2013 كانت مرحلة ملتقيات
سنة 2014 كانت امتازت بأنشطة اللقاء، بأنشطة الملتقيات ملتقيات فكرية، ملتقيات وزيارات إلى كذلك. ثم 2014 هي كانت مرحلة زياراتي أنا للخارج، هي مرحلة الخروج الزيارات الميدانية يعني لهذا الرزمان اللي نعم موجودة في فيها بعض الدول، ونحن ما زلنا مستمرين. دول مثلاش يعني هاي الدول يعني أنا زرتها لشرح أكثر. مثلا لندخل في أوروبا، ما هي الدول التي زرت في أوروبا والتي وجدت من خلالها أن هناك يعني؟ لا بالنسبة الآن أوروبا، بالنسبة لأوروبا الآن يعني أنا لدي اتصالات يعني عبر الوسائل هذاك التواصل الاجتماعي الإلكترونية. نعم الدول يعني كانت زيارة يعني تقصد العالم العربي والإسلامي فقط؟ العالم العربي والإسلامي. بالنسبة للأوروبي يعني ما زال بحث قائم حول مجموعة من الأسر التي تقطن في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية، بحكم أن أنت تعرف يعني أصولها هي عربية، ومن بينها أنصار الذين حكموا غرناطة، بحكم أن أغلب الأسر التي بقت في الأندلس تم تنصيرها وتم الإبقاء عليها في الأندلس، ثم بعد ذلك انتقلت إلى أمريكا اللاتينية. هذه الأجيال الآن يعني اندثر ذاك الأصل، اندثر يعني حتى يجب أن يعرفوا. نعم حتى بعض الأسر يعني الموجودة وبعض الأرقام الموجودة في أمريكا اللاتينية هي عربية، سواء تعلق بالأنصار وبغيرهم. صحيح. حتى بعض الأسماء موجودة يعني هي أصلها عربية. هناك قد لاحظت برنامجا من طريق نشرته قناة ناشونال جيوغرافيك، وقد تكون أيضا التابعة للإمارات على ما نعم تابعة للإمارات العربية. ظهروا فيه واحد مجموعة من البحوث، هذه البحوث تعتمد أصلا على الدي يعني الحمض النووي، واكتشفوا أنه البشر أصله واحد، وهذا ما يزكي مسألة أنه كلكم من آدم وآدم من تراب، يعني الشيء كله يرجع إلى أصل واحد. وبين أيضا على أنه السواد الأعظم كله خارج من إفريقيا، وتوجه عبر التحول الجيولوجي للمنطقة وسبل العبور وإلى آخره. وهذا قد لا يعني يستبعد أي شيء في هذا المجال، على ذكر قلنا يعني المرحلة السنة الرابعة أو السنة الثالثة، هناك بعض الأفلام التي توثق محاضرات معينة في مجال الحديث عن الأنصار بخصوص هذا الموضوع بالضبط. وسأحاول إن شاء الله نشر كمية لا بأس بها لتعطي تعريفا، ما دام الأمر يتعلق بالمجال الإنساني أو بالمجال علم الاجتماع ودراسة علم الأنساب هذا. إذن فهمنا أن المسألة هي مختلفة، هناك تدرج يطبعها الطابع الفكري الثقافي الاجتماعي للمنطقة معينة، لكنها تشترك في الأساس في كونها تفهم أنها من نفس السلالة، من أرمى واحد. يعني حتى المرحلة يعني مرحلة الزيارات تلتها الآن مرحلة جد مهمة، وهي مرحلة المأسسة والهيكلة. أن أي عمل لا بد من مؤسسات وهيكلته حتى يكون يعني أكثر فاعلية وأكثر ويعطي نتائج جيدة. نعم. نحن اقترحنا 3 مشاريع أساسية أو 4 مشاريع. المشروع الأول متعلق برابطة الأنصار العالمية، وفي ظل هذا التوتر الذي يشهده العالم العربي يعني صعب جدا، مع العلم أن قمت أنا شخصي ومجموعة من الإخوة بتأسيس رابطة الأنصار العالمية من منطقة بوجدو، لكن وانتخبت أمين عام لها بتصويت من المنطقة وبتزكية من الخارج، لكن عندما أحسست أن العامل فيه عامل انتخاباوي ودخلت السياسة ودخلت الانتخابات استقليت وجمدت الأمر، وبقي الآن أن نبحث عن دولة أو مكان، وما زال البحث جاريا، والآن مجموعة من الإخوة بدول عادية يبحثون إمكانية تأسيسها في دولة معينة. هذا جانب. المشروع الثاني هو المرتكز في الجانب الفكري والثقافي، وأنا اقترحت تأسيس مركز الأنصار للدراسات والأبحاث وأحياء التراث،
وهذا مركز الأنصار يعني يشكل يعني لبنة أساسية في الجانب الثقافي والجانب الفكري، وجمع هذا الزخم المتنوع، وهو ماشي يعني في تأسيس عام قريب إن شاء الله. المشروع الثالث هو اقترحت موسوعة يعني متنوعة فيها خرائط، موسوعة الأنصار بين الماضي والحاضر، وجوانب تاريخية جغرافية بصفة عامة حول الأنصار. هذه الموسوعة يعني تتنوع، تتحدث عن شخصياتهم، يعني كل ما قمنا به في هذه 4 سنوات يشخص لدينا تحديده جغرافيا جغرافيا وتاريخيا وانعكاسه في المجال الثقافي، يعني كل منطقة شنو اللي منطقة بالصور وكذا، وهذا ماشي. لكن الآن المشروع الذي يشتغل عليه هو أنه هناك بوابة الأنصار العالمية، وهناك شركة مختصة يعني تعاقدت مع شخصية الآن، ونحن في يعني في طور الإنجاز. هي الآن أنجز شيء منها وصممت، والآن في اللمسات الأخيرة يعني قبل عيد الأضحى إن شاء الله ستكون جاهزة، وتضم أبوابا وأقساما وصفحات متنوعة، يعني شخصيات أنصارية أبناء الأزد، قضاة وعلماء وفقهاء الأنصار، كتاب وشعراء وأدباء الأنصار، يعني كل ما يتعلق بالصور بالفيديو بالملتقيات يعني كل ما يتعلق، يعني عمل جد جبار وبمجهود بفكر كذا. لكن أود نشكر وجدد يعني الإخوة الداعمين، هم يعرفون أسماء لأنه أسماء كثيرة الحمد لله تدعمنا في هذا الأمر. يعني أنا قلت كما قلت لك يعني هذا التدريج المدرج يعني بمراحل، والحمد لله يعني هناك ضربات يعني تلقيتها يعني في هذا الجانب كادت أن تؤتي بحياتي أكثر من كذا، لكن الحمد لله استمر. المشروع يعني هو مشروع كما قلت وأعيد، مشروع ثقافي اجتماعي إنساني بعيد كل بعد عن ما هو سيساوي، بعيد كل بعد عن أي مذهب. نحن أمة واحدة، مجتمع واحد، وإن اختلفنا في بعض التفاصيل الجزئية من عادات ومن تقاليد من حتى مذاهب في المذاهب، لكن نبقى من أمة واحدة ومن سلالة واحدة ومن أب واحد. وإن كان إن شاء الله تعالى الخير يعم علينا وعلى مواطننا وعلى مجالاتنا التي نحن فيها جميعا. ممتاز. إذن هنا من خلال هذا السر الذي أنا أراه يعني مقتضبا شيئا ما، لأنه المسألة في يعني الغوص في هذا المجال خصوصا علم الأنساب يعتمد على مجموعة من الآليات، والتي إن شاء الله سنتعاون في خلقها حتى نقرب الفكرة إلى المشاهد، وأيضا نعطي الانعكاس العلمي الإيجابي ضمن صورة مرئية، وضمن يعني عمل سمعي بصري إن شاء الله يواكب هذه المرحلة. أيضا قناة الرأي الحر ستواكب إن شاء الله مسألة هذا الفضاء العلمي، الفضاء الاجتماعي، الفضاء الفكري للرابطة العالمية، والتي إن شاء الله يعني نحاول أن نسلط عليها الضوء، ونحاول أيضا أن نساهم فيها بما هو إيجابي يخدم الأمة بشكل كامل. أتمنى أن نواكب المسألة في جزئها الثاني حتى نعطي أيضا للمشاهد مزيدا من الأفكار الشيقة، ومزيدا أيضا من مسارك العملي رغم المطبات أو العقبات التي واجهتها. ولكن دائما عندما تكون الإرادة متوفرة سيكون المستحيل لا مكان له ولا وجود له، خصوصا إذا كانت النوايا طيبة، وإذا كان العمل هو عمل لله ولصلة القربى، وهذا سيجازي عليها الله تبارك وتعالى. أتمنى لك التوفيق في حلقة مقبلة إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق في عملك، وسنواصل إن شاء الله معك حلقة أخرى ضمن هذا البرنامج نبش في الذاكرة.
شكرا أيها الإخوة والأخوات، نأتي على نهاية حلقتنا في الجزء الأول من نبش الذاكرة، والتي تحدثنا فيها مع الأستاذ محمد عبد الله الأنصاري الفاعل الجمعوي، ومتمنين أن نراكم في حلقة أخرى ضمن الجزء الثاني لنواكب مسار وعمل وكيفية عمل هذا الجانب العلمي التاريخي الاجتماعي الذي يساهم فيه هذا الفاعل الجمعوي الأخ محمد عبد الله الأنصاري، متمنيين له ولكم التوفيق، وإلى لقاء آخر. شكرا جزيلا.